يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند قراءتي على المرضى يحضر الجن، فأطلب من الجن أن يدلني على موضع السحر فيدلني فأجده كما قال، فهل هذا جائز؟ كما أني أسأله عن بعض الجان الموجودين في المريض أثناء قراءتي على المريض، فهل لي ذلك؟ هذه مبالغات ولا تستعملها، لأنها تجرك إلى أمور باطلة. اقرأ على المريض وانفت عليه، والشفاء من الله سبحانه وتعالى. أما مساءلة الجن وأخذ الأخبار عنهم فهذا يتمادى بك إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك مقالة نسمعها دائما وهي إن الأصل في الجن الكذب، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة. الجن فيهم صالحون وفيهم مسلمون وفيهم هم كلهم كذب، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، أن منا المسلمون ومنا القاسطون، وهم مثل بني آدم تماما، هم كلهم على الكذب كلهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل الجن في قول الله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا؟ نعم، كما سمعت في سورة الجن وفي سورة آخر سورة حامين الأحقاف، في آخر سورة الأحقاف، أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا وأسلموا، وأنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع معهم ويسألونه، فاجتمع بهم في مكة. فهم بلا شك أنهم عالم مكلفون بالإيمان والعمل الصالح، مأمورون ومنهيون، والشرع للجميع، الشرع للإنس والجن، الشريعة الإسلامية للإنس والجن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إبليس يعد من الجن أو من الملائكة؟ من الجن، قال جل وعلا كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. من الجن يعني الذين العالم الذي لا يرون، الجن يعني العالم الذي لا نراهم، وهو من جنسهم، هو من جنسهم. نعم.